واحدة من أجمل الأذكار وأقواها: لا حول ولا قوة إلا بالله. هي كنز من كنوز الجنة وباب من أبواب الجنة، واللي يقولها كانت دواء أن 99 داء أيسرها الهم. الهم هو الخوف من المستقبل، فلو في أي حاجة قلقاك أو مخوفاك في المستقبل أو خايف إنها تيجي أو خايف إنها ما تجيش، أكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. حول يعني حاجة تحول بينك وبين حاجة، مفيش حاجة تمنعك أو تحميك من حاجات معينة أنت خايف منها أو بتضرك، ولا قوة على إنك تنتفع بحاجة معينة إلا بالله العلي العظيم. فلما نيجي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إحنا بنستحضر فيها كل المعاني جوانا اللي إحنا بنحس إن إحنا محتاجين ربنا سبحانه وتعالى يحول بيننا وبينها. حاجات نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يبعدها عنا، حاجات نفسنا ربنا سبحانه وتعالى يحمينا منها، حاجات نفسنا ربنا يحفظنا ويحفظ اللي بنحبهم منها. ولا قوة على الحاجات اللي نفسنا فيها والحاجات اللي احنا مخوفانا ومتأملينها في المستقبل، وعلى أحلامنا وأهدافنا ومشاعرنا وكل حاجة إلا بالله العلي العظيم. لما نيجي نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا بنقول لا حول عن المعصية ولا قوة على الطاعة إلا بالله العلي العظيم. كأننا بنقول لا حول عن الحزن والقهر ولا قوة على راحة البال والسكينة والسعادة إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن البعد عن الله ولا قوة على البعد لو حد تقيل عليه العبادات أو ما إلى ذلك إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن حاجة مخوفاني ولا قوة على كل حاجة نفسي فيها إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن أي حاجة واقفة في طريقي بيني وبين اللي أنا نفسي فيه، ولا قوة على إن أنا أعرف أمشي في طريقي للحاجات اللي أنا نفسي فيها إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الضرر والأذى والمؤذيين ولا قوة على الطيبين ونفعهم إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الأذى والمؤذيين ولا قوة على دفع ضرهم إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن مرض بيتعب وبيألم ولا قوة على شفاء وسكينة وراحة للجسد والقلب إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن مكر الماكرين ولا قوة على خير المكر إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الاندفاعية ولا قوة على الحكمة إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الضلال ولا قوة على الهداية إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الفقر ولا قوة على الغنى إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الضعف ولا قوة على القدرة والقوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول عن الشيطان ووسوسته وسوسه والأفكار السلبية ولا قوة على التفاؤل والأفكار الإيجابية والسكينة والاستبشار والبشر إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إحنا بنقولها ساعة الأذان لما المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. بنأذن لما بيأذن بنقول وراه كل كلمة إلا دول. لما بيجي يقولهم بنقول إحنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كأننا ساعة حي على الصلاة لما بنقول له لا حول ولا قوة إلا بالله، بنقول له يا رب إحنا مش هنقدر على إقامة الصلاة بيننا وبينك كما تستحق سبحانك وكما يصلحنا. ولما يجي يقول المؤذن حي على الفلاح بنقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأننا بنقول مش هنقدر على الفلاح لوحدنا، محتاجينك يا رب علشان نعرف نكون فالحين في الدنيا وفي الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله هي من أقوى الكنوز اللي ربنا سبحانه وتعالى سابها لنا. واحدة صاحبتي مرة بتقول لي أنا كانت خلاص طاقتي خلصانة خالص، وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله، لقيتني امتليت صحة بعد ما كنت راجعة مش قادرة أعمل الأكل لولادي والحاجة، وابتديت إن أنا أعمل كل حاجة في البيت. قلت لها جميل قوي، قلتيها كم مرة؟ قالت لي قلتها 10 مرات، بس قلتها وأنا مدركاها، قلتها وأنا حاسة بيها، فبقى جوايا طاقة وروح عرفتني إن أنا أقوم وأكمل كل اللي ورايا في يومي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.